موضوع النهاردة يمكن من أهم المواضيع اللي ممكن أتكلم فيها، وإنه العلاقة مش هينفع تستمر كده، لأن في رجالة ما بتبقاش راضي نفسيا إن هي تاخد الخطوة. يا ترى أنا هتنازل عن حريتي علشانك انتي؟ الموضوع بيبقى صعب جدا على الراجل. ليه؟ لأنها هتحمل اسمه، هيدخل بيتها وأهله هيجوا يشوفوا أهلها. فهل انتي اللي هعمل عشانها كده ولا لأ؟ طيب، علشان ده يحصل او علشان يدخل معاكي سيريس في العلاقة بعد 3-4 سنين زي ما بنسمع، وعلاقات والراجل ما بيبقاش جاهز، بنبقى محتاجين نكون عدينا المرحلة اللي قبلها على طول، وهي مرحلة الباشن، الحب، الغرام والهيام والكلام الجميل والقمر ده. بس مش عدناه، ان انا عمي عيني عن حاجات كتيرة ممكن تكون بتأذيني او بتوجعني، وانا عشان انا متعلقة بيه او انا عايزاه. ان النضارة اللي انا بصة بيها على علاقتنا مقلوعة مش ملبوسة. يعني ان انا مركزة قوي لو في انذارات ريد فلاجز بتجيلي، ولا ان العلاقة دي بجد كويسة. منين اعرف ان العلاقة دي رايحة على طلاق، رايحة عن unhealthy relationship او healthy relationship؟ اعرف منين ان هي علاقة صحية او غير صحية، او علاقة داخلة على طلاق؟ هل يا ترى احنا الاتنين بنثق في بعض؟ في ثقة ما بيننا؟ هل يا ترى انا بحكي للشخص ده وهو بيحكي لي حاجات ما فيش غيرنا احنا الاتنين نعرفها؟ هل يا ترى الشخص ده انا متقبلاه زي ما هو، ما بحاولش اغير فيه ولا هو يغير فيا؟ ان كل واحد متقبل التاني. يعني هو بيشرب سجاير، حريقة سجاير، فانا واخداه من اول العلاقة كده، ما جيتش اغير في تفاصيله. حد بيشرب خمرة، واخداه كده من البداية، انا واخداه كده، فما جيش اقول له لا انا معلش انا مش قابله ده، انت لازم تبطل. انتي واخداه كده من البدايه، مش عاجبك من البدايه، قالك صراحه انا بشرب كذا، take it or leave it براحتك. فمثلا في حتة التقبل ما بينكم، في حتة ان هو لما بيجي يحكي لك عن حاجة بتفرقي ما بين انك تلعبي جود listener تسمعيه من غير ما تحاولي تستني هو يقولك ايه وتديله اجابات. في وقت بتلعبي دور الفيكسينج ودور الجود listener، المستمع الجيد، ودور ان انت بتحاولي تصلحي معاه. عارفة امتى تكلميه وامتى تعاتبي وامتى تصالحيه وامتى تخليه صالحك. بتعرفي تلعبي الادوار دي؟ في ما بينكم توافق؟ حصل ما بينكم مشاكل كتيرة قوي علشان توصلوا انكم تتطبعوا ببعض وتفهموا بعض؟ عديتوا بالمرحلة دي بشكل كامل علشان نقدر نقول ان المرحلة الجاية اللي انتي هتقولي له فيها او هو هيقولك فيها هيحصل فيها ايه؟ عندنا نوعين من الرجالة في المرحلة دي. النوع الأول اللي هو بيجي يقول أنا عايزة أتقدم لك، أنا جاهز إن أنا أتقدم لك. بيبقى حتى مواقف وحفظها وفهمها، وهي اللي عايزها تشيل اسمه وكل الكلام ده. وفي رجالة بتبقى محتاجة إن هي تعمل لها هايلايت جوه هنا، لأنه بيبقى نايم على الموضوع أو مش مركز في الموضوع. طيب لو جه طبعا النوع الأول عرفنا خلاص، انت كده عرفتي طريقك. طب النوع التاني بنعمل معاه ايه؟ بنعمل كالآتي مثلا كمثال: حبيبي احنا بقالنا سنة مع بعض، انا مبسوطة قوي في الوقت ده وحاسة ان حياتي بقت احلى كتير معاك، وبحبك جدا، اكيد انت عارف. هيقولك اه طبعا عارف، وعارفة انك كمان بتحبني قوي، صح؟ بتكونفيرمي عليه، يعني بيقولك صح، مش بتقولي له انت بتحبني ولا لا، لا ده انت بتخليه يقول اه صح. موضوع الارتباط الرسمي، الجواز، مهم جدا بالنسبة لي، وانا محتاجة اخد خطوة سيريس. يعني محتاجين ناخد خطوة لان الموضوع ده مهم بالنسبة لي، وتقريبا احنا عرفنا بعض يعني بما فيه الكفاية. عارفة ان الموضوع مش مناسب ليك قوي، بس انا شايفة ان كده هيبقى افضل. في الوقت ده ما بيبقاش عندنا غير حاجتين هيحصلوا منه، ملهمش تالت. الحاجة الاولى ان هو هيقولك اه ماشي، ليه لأ، نفكر سوا. وبعديها هتلاقيه قلب الموضوع في حتة تانية، فما تكشيش وما تقلبيش وشك، لانه هو هنا هو كش، هو مش انسحب، هو كش شوية، لانه لما يروح هيفكر مع نفسه، هيقعد في قوقعته. هل انا قد الخطوة دي ولا لا؟ هل هي تستاهل ان انا اضحي بحريتي عشانها ولا لا؟ هل اسمي على اسمها ولا لا؟ زي ما قلت في اول الفيديو خالص، الراجل بيفكر، الراجل هيبقى مسؤول عن حاجات كتيرة قوي. تمام. الحاجة التانية ان هو هيقول لا، I'm not ready، انا مش جاهز. ساعتها بنعمل ايه؟ خد نفس لجوه، مفيش عتاب، مفيش عياط،
مفيش انا كنت بعمل معاك ايه السنه دي، انت كنت بتلعب بيا، حسبي الله ونعم الوكيل خالص. كل اللسان اللي انا عايزه اقوله ده بكتمه بس لحد ما اروح اقوله لنفسي انا وقاعد في المخده عادي. ببتسم وبقول له بجد هي كانت من احلى سنين عمري عامه. بشكرك على كل لحظه حلوه قضيناها سوا. حقيقي اتمنى لك كل الخير والسعاده. معلش انا كده لازم امشي. وبعد كده اقلب وشي زي ما انا عايزه مع نفسي. طب اقعدي، طب استني، طب انتي ماشيه ليه؟ معلش ان شاء الله نتقابل قريب تاني. وبنختفي من شهر لشهر ونص، ما بنعملش بلوك خالص، بس مش ظاهرين خالص على وسائل التواصل الاجتماعي نهائي. طبعا الاختفاء ده بينفع مع ناس وناس لأ، لأن ناس معاهم في الشغل، ناس معاهم في الجامعة، ناس معاهم أو قرايب، ففي حاجات ممكن ما ينفعش تتعمل. بس أنا بكلمك إن السلاح ده قوي جدا، لأنه ذو حدين، يا هتتعافي منه يا هيرجع هو يدور عليكي، وبقابلية قوي، وبنسبة 80% هما بيرجعوا، لأنه هو ما شافش مني حاجة وحشة، وحتى نهايتي بالنسبة له سببت له ايرور. هو في ايه اللي حصل؟ نرجع خطوة لورا، خطوة واحدة في الرد الأول لما قالك اوكي تعالي نفكر، اوعي بعدها بيومين او تاني يوم حبيبي فكرت، طب تعالى نفكر سوا، طب عملت ايه؟ عارفة كل الأسئلة دي بتخليه يقول ايه؟ انك خايفة انك تخسريه، وخايفة ان هو يبعد عنك، فاوعي تعملي كده، لانك كده بالنسبة له انت ضعيفة، وكده انت خسرتي، وكده عمره ما هيجي يتقدم. تمام؟ فلازم تبقي واعية للجزئية دي. عديتي المرحلة اللي أنا قلت عليها، وأهم حتة فيها وما قلتهاش في الأول بقولها في الآخر، إن انتي محسسة إنك عبء عليه، إن هو مسؤول عن سعادتك. حياتي من غيرك هموت، انا هموت من غيرك. لا هو كده مسؤول عن انك ما تموتيش، لا هو انت ما متيش من اللي قبله واللي قبله، وما متيش عامه قبل كده وانت لوحدك، فهو ما جيش، هو جه خلى حياتك احلى، بس من غيره الحياه عادي بتتعيش. فلازم تكوني واعيه انك فعلا قفلتي المرحله دي عشان تاخدي نكست ستيب، انك ينفع انك تتكلمي او توافقي حتى لو هو اتكلم، ان فعلا الحياه ما بينكم مشيت في المرحله دي تمام، التوافق ما بينكم تمام، وان العلاقة دي عرفتي هي ممكن تبقى رايحة هيلثي او ان هيلثي او على طلاق ازاي. من الحاجات اللي انا قلتها موجودة الحاجات دي، يبقى تمام، الف مبروك، نتمم للعروسين. مش موجودة وحتى هو جه قالك نتجوز، تبقي متأكدة انك عملتي كل الحاجات اللي انا قلتها.